أهلا وسهلا بكم أحبتي مشاهدين ومتابعي قناة الأيام الفضائية. حلقة جديدة من برنامج عيد وفرح. لكن قبلها مو معناها نقول لكم العراق مسيطر فإحنا نروح ونتجول ونطلع ونمشي بدون ما نتخذ أي إجراء وقائي. أرجوكم، الحالات صحيحة هواي وصحيح احنا مسيطرين، لكن نطلب منكم الالتزام ضروري يا مواطنين الكرام. حتى اللي عنده شغل لازم يلتزم، أرجوكم، لأن هاي وباء ما يعرف لا كبير لا صغير لا مريض لا غيره. فأتمنى تلتزمون، والعليا نحن جاي ننصحكم وبقت يمكم. مشاهدينا الكرام، اليوم ضيفنا الأول الشاعر الكبير العملاق أستاذ رياض الركابي. أهلا وسهلا أستاذ رياض. أهلا وسهلا بحضرتك، عيدكم مبارك، أيامك سعيدة، عاد الله عليكم باليمن والبركات، ويا رب إن شاء الله نعبر هاي الأزمة الخطيرة، أزمة كورونا، إن شاء الله. وأتمنى إنه المواطنين يوصلون من درجة الوعي إن شاء الله ويحسون إنه فعلا أكو كارثة جاي تصير، لأن لحد الآن بالشارع يقولون كذب، ماكو. ان شاء الله راح نحكي احنا استاذ رياض. نعم. ظفر جاهز حبيبي نبدا الحلقه؟ جاهز تفضل. يلا استاذ رياض، والله يعني هي المشكله انه نعم احنا جاي ننصح والعلينا جاي الله بالخير، جاي ننصح والعلينا لا ما هو بدا، فاعتقد انه قلبه محترق حاله من حالنا. اي والله. ابدي لك الجو، احكي انت. والله انا قبل دقائق من اللقاء شفت معاناه دكتور يعني انصاب بالكورونا، صعوبة حتى كلام، انه ما يقدر يتكلم ولا يقدر يتنفس، يقول اعوذ بالله احس انه سكاكين بالرئتين. الطبيب العراقي بالسويد اتوقع كان فيديو الانتشار. نعم انا هسه شفته فكلش تألمت عليه. يعني هو جاي يضغط على نفسه حتى يوصل رسالة. احنا المشكلة لحد الان بالشارع العراقي، يعني انا كاعلامي وكشاعر واتعايش ويا الناس، لحد الان ما مقتنعين اكو مرض اسمه كورونا. بعض الناس هاي كارثه يعني. بعض الناس والله مشكله الاغلبيه، مو اغلبيه، نقول 50% يعني. نعم. وهاي نسبه خطيره جدا. هسه لو ما مقتنعين 5% 10% بها وجهه نظر، صحيح. ولكن من توصل للنصف العدد او اكثر من النص، نعم. هاي كارثه. نعم. مثل رياض اليوم دورك كشاعر نعم. واعلامي، يعني شاركت بحملات توعيه، حملات مساعده واغاثه بهذه الفتره والله الصعبة. انا بدايتها نعم كتبت قصيده هي على كورونا. حلو. ولاقت رواج كلش كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، يعني وجهت من خلالها رساله، وايضا عقبتها باسبوعين او ثلاثه ايضا قصيده اخرى، ويا الفنان سيمور جلال سوينا ظل بالبيت. نعم. ايضا هذه اللازمه اللي لمده دقيقه حتى صعدت على الترند لمده اسبوع كامل من اكثر المشاهدات يعني. نعم. فهذا مختصه بكورونا بالضبط. خلينا يعني نسمعها استاذ. والله القصيده الاولى ما حافظها. لا مال الكورونا ما حافظها. اي والله لأن مشكله النسيان. لا يعني انا مو ببالي انه اقراها من البرامج يعني. جيد. يعني انه موجودات هسه على اليوتيوب اثنينهن. انت في بالك قصائدك تحفظهن اللي تبي تقراها للناس. صحيح. هذه يسميها قصيده ازمه، قصيده يعني مثل ما تقول خطاب يومي. شاركت بحملات مساعدات والله يمكن اكثر، توزيع سلات غذائيه وهذه الامور. اكثر شيء احنا كشعراء كاعلاميين يعني سوينا بث مباشر من توعيه. بالضبط توعيه. وايضا هسه عندنا مهرجان عربي الكتروني، يعني حتى جيد. شعراء عرب تقيمه جمعيه الادباء الشعبيين بالعراق. نعم. ولحد الان وصلتنا بحدود 30 قصيده. في زمن الكورونا لنرسم المحبه في الوجوه، يعني بهالمعنى هذا بالضبط. يعني جيد. شو كتب ان شاء الله؟ ان شاء الله من الاسبوع المقبل يعني ان شاء الله. ان شاء الله. مشاركه عربيه بالضبط بحدود 30 شاعر وشاعر عربي يعني. جيد. أكيد. طبعا استاذ رياض، اليوم بما دخلت موضوع الدول العربيه والدول القريبه علينا، ايضا لديهم شعر شعبي او فقط العراق متفوق بهذا الشيء؟ لا طبعا. يعني انت لو تاخذ الزجل او هم يسمونه الشعر العاميه المصري، انا كلش متاثر بيهم يعني عندك النتاج مال محمد حمزه. نعم. صلاح جاهين،
هشام مرسي الجخ جميل تابع عزيز. ها هشام الجخ تابع لهم. لا هشام شاب الشعبي. يعني كشاب هشام لا الجخ. لكن نوعيه الشعر هي إيه نفسها. بس انا احكي لك على العمالقه اللي أكيد عندهم أكيد اللي أكيد. ارسوا الشعر العاميه، يعني عبد الرحمن الابنودي، احمد فؤاد نجم، على صعيد صحيح. مصر يعني. هاي كمصر. مصر سوريا احنا شاركنا وياهم حتى مهرجانات عربيه. يعني شعراء مبدعين. لبنان الزجل اللبناني والشعراء العاميه اللبنانيين يعني هواي والله شعراء كل شوي يعني ما تحضرني اسمائهم بس مبدعين جدا. وايضا يعني اخر مهرجان كان شاعر من تونس مبدع جدا. والمشكله انا اكتشفت انه شعراء ليبيا شعبيين نعم عندهم مفردات موجوده مالت الجنوب مال الناصريه والعماره. وهي فد مره اشار لها الدكتور عبد الاله الصايغ، البروفيسور عبد الله الصايغ. اليوم ممكن اذا شو وصلها ما الدول الخليجيه اذا ممكن فد مفرد نقول طبيعي امتداد جغرافي، بس ليبيا شمال افريقيا يعني شاير لها الدكتور عبد الله الصايغ الله يطول بعمره يعني في الدراسه رائعه. يمكن 300 كلمه مفرده يعني مفردات ما يفهمها بس ابو الناصريه وابو العماره مثلا. ايش وصلها ليبيا؟ بحيث المهرجان الاخير العربي اللي اقمناه هنا في بغداد يمكن 3 مفردات 4 بحيث احنا بقينا صافنين يعني. ايش وصلها ليبيا؟ نعم. فانا هاي من الدراسه مال عبد الله الصايغ من قاره الى قاره تعتبر يعني ما ادري يعني ربما اكو تلاقح افكار قديم. مثلا في اليوم الشاعر الشعبيه فدعه تقول سن الصخر. سن الصخر هذا اللي تصطدم بسفن وتغرق. سن بالبحر سن الصخر اللي يخترق السفينه وتغرق. بالضبط وتغرق. نعم. اللي يقولون عليه انه مثلا جبيل جليدي انه غرق السفينه هاي مال التايتانيك. نعم. واكو جبال او سنون صخريه. نعم. صحيح. زين هلا بالعراق لا اكو بحر ولا اكو سنون صخريه. ايش مدري ايش فدعه انت تكتبين بهذه الطريقه. فربما هو ثقافه انسانيه. ربما انه احنا نشترك بالكثير من المفاصل توصل يجوز لين كانوا يروحوا للهند بسفرات ويرجع يقول لك ربما يعني. بالتاكيد بس يعني. لحد الان انا اتمنى يسمعوني اساتذتنا الكبار الدكتور عبد الرضا علي اللي متخصص ايضا بالادب الشعبي وايضا باللغه العربيه وايضا الاستاذ عبد الله الصايغ انه ليش تقارب هاي المفردات بين ليبيا وبين العراق. اتمنى دراسه بكل تاكيد استاذ رياض. الثقافه العراقيه الادبيه والحضاريه نعم. سواء محليه او يعني مع انا حبيت اذكر هاي حتى انه يفهمون قصائدنا وجاي نفهم قصائد. بالطبع العراق بلد الحضارات نعم. بلد الادب والشعر. فاكيد ممكن احنا نشاهد هواي مفردات او كلمات. نعم صحيح. اريد اسمع منك هاي اخر خطوه امشيها وراك. يعني قصيده صار عليها طلب هواي. صار هاي اخر خطوه امشيها وراك وعكس خطواتك بعد امشيها وما اقول لك غير تتهنى عساك. الشينه تدري وياك ما اسويه الله. وخاف روح تحن على الماضي هذاك من تفكر بيك راح تشويها. الله. مره غلطت شافتك عين ملاك اي تعيد نفس الغلطه عين شبيها خبره ما عند القلب يوم اشتراك. ليش؟ عيوبك هواي وكنت خافيها. الله. وكان لو بصبع تأشر كله جاك. الله. الباب شفتك يلقط تحكيها. جميل. وكان نجمة الضوء فرحانة بسماك والقلوب التايهة يدليه. الله. وعمره ما قلت لك انطيني كل هاك. الله. وبوسه فوق الحاجة من ننطيها. الله. يدولبك وين ويجرك مشتهاك. وليش أقرب ناسك تأذيها. الله. يدولبك وين ويجرك مشتهاك. وليش أقرب ناسك تأذيها. جو رجلك قلت لك الراح انفداك. الله. ولا تخلي بخاطرك عديها. الله. والله كاسر خاطري المنة خذاك. والله كاسر خاطري المنة خذاك وياك بس حسرة ودمع يقضيها. الله. وليش ألومه وشافك حليه وهواك
الناس إلها الظاهر ايش مدري وانت جنب وجهك وجنب قفاك وقطره من شوفتك نسكر بيها. الله. صفر ربك بيك واستنقى ونطاك، فتنة قد بغداد وتغطيها. الله. ويوم حبك قلبك تلعقل شجاك، الناس تمشي الموت برجليها. لكن طبعك عيب اقول انها حشاك، ضامها بصدر وصدق اعنيها. وشن حديده بنار واللي حطك نساك، بشف عدو استخطمه خليه. الله. عاجنك بيده عجل واعرف دواك، توقع بشف ناس ما سميها. الله. ولو ربع من بلوتي الله ابتلاك، تقوم تهذو روحك تحاكيها. الله. وانا لو ادري العشق هيك هلاك، عيون قلبي من تحب عمي. الله احسنت. ما سبب كتابة هاي القصيدة؟ سبب كتابتها يسوي لنا مشاكل كرار. هذه هي لها قصة حقيقة، هي انكتبت 7 أبيات. 7 أبيات قبل أي سنة؟ قبل 5 سنوات 6 بالضبط. نعم. وقريتها مرة واحدة، كانت قناة الحرية وانغلقت في وقتها. نعم. مرة واحدة قريتها، بس أنا كلش كنت أحب هذا المقطع، يعني 5 أبيات مكتوبة، 5 6 أبيات بالضبط، وردت أكمل عليها ما قدرت. منين ما أجيها قفلت يعني المعنى والموضوع كله قفل، ما بيها مجال بعد، عفتها تركتها. كتب يحيى العلاق الحب الكبرياء. الله. فهذا اللقاء اليوم بيناتنا والمشاكسة، قلت له يحيى أنا ما راح أنام إذا ما أكتب مثل. فجيت لهاي القصيدة ال5 أبيات أو 6 أبيات، كملت عليها خلال أسبوعين، يعني هي 5 أبيات أو 6 أبيات، كملت 22 بيت. الله. شلون اجت الفكرة؟ شلون كملت؟ بس هو هذا الحافز، الغيرة والحافز الإيجابي. الغيرة الإيجابية بالضبط، هو هذا اللي خلاني أكيد يعني مكملين وياك. أحبة المشاهدين، مكملين حلقتنا لهذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. نسمات الفجرية عيدي وزع بالعيدية، فرحان أزهار البستان، يا عيد الجايب ألوان، فرحان أزهار البستان، يا عيد الجايب ألوان، وياك بهاي الصبحية، وياك بهاي الصبحية. أهلا يا عيد بمصباحك، يا عطري شابه قداحك، صار ايش قد ما مريت انت والصبح يبشر بافراحك. أهلا يا عيد بمصباحك، يا عطري شابه قداحك، صار ايش قد ما مريت انت والصبح يبشر بافراحك. جبت لنا العيدية وجيت خشيت افراح بكل بيت، جبت لنا العيدية وجيت خشيت افراح بكل بيت، عشنا اللحظات المنسية وياك بهاي الصبحية، نسمات الفجرية عيدي وزع بالعيدية، فرحان أزهار البستان، يا عيد الجايب ألوان، فرحان أزهار البستان، يا عيد الجايب ألوان، وياك بهاي الصبحية، وياك بهاي الصبحية. عصفوري غازل ضحكتنا والبلبل حاسد لمتنا، نتبارك بالعيد بلهفة ونثبت خطوة بخوتنا، عايد أحبابي وأصحابي والحنة تشابك جف بابي، عايد أحبابي وأصحابي والحنة تشابك جف بابي، وعيوني تضحك مزهية وياك بهاي الصبحية، نسمات الفجرية عيدي وزع بالعيدية، فرحان أزهار البستان، يا عيد الجايب ألوان.
رجعنا وياكم احبتي المشاهدين اكيد، وحلقه جميله جدا مع الاستاذ رياض الركابي. شو رايكم ظفر وكرار؟ شدكم؟ انا عندي سؤال بسيط. هو عندي انا ايش عندك ويا سمير صبيح؟ شنو بيناتكم؟ ابو علي لا بالعكس. تاش اكو بيناتكم؟ لا هي بالعكس احنا زملاء وعشره. خليني اوضح السؤال ما كرر. قبل 5 سنوات عندك تصريح باحد البرامج ظهرت صوره الاستاذ سمير صبيح، مدحت بشعره بشاعريته وهاي، ولكن قلت هو ما يحبني واكو قطيعه. ما لقيتها قبل 5 سنوات اكو تصريح لو لا؟ احنا ندور. لا هي والله انا ما عندي مشكله ويا شاعر يعني. ولكن كل واحد هو حر بمشاعره. زين هال5 سنوات رجعت الامور طبيعيه والشاعر لو نفس؟ لا انا مثل اللي قريب علي هسه كلش قريب علي حازم جابر والله صديق العزيز، عيد مبارك وتحياتنا له. صباح الهلالي يا رب يشفيه ان شاء الله. الله يخليك. والقريب للنفس يعني احنا بشكل يوم نلتقي، والكراده مكان الاثير يعني انا ويحيى العلاق يعني بشكل يومي، فهي ما يصير لك مجال انه تلتقي بالكل، فدائما انه القريبين عليك. ليش سبب تصريحك قبل 5 سنوات؟ الان جوابك بدبلوماسيه كبيره جدا. لا انا كنت بالمناسبه سمير كلش قريب علي يعني من سابقا كان من 96 كان من 96 لغايه 2003 يعني، وبعدين بدات الحياه تفرقنا. فانا اتذكر برنامج يمكن قوافي العراقيه، اي خابرني قبل مؤتمر القمه العربي اللي انعقد ببغداد. صحيح. انا كنت راجع من مهرجان من 2011 قمه ما ادري والله 2011. بس انا لان الحدث قاعد نبيه، لان الحدث موجود فتذكرت. كنت جاي من المدحتيه عند مهرجان واباوع للتليفون سمير صبيح، ها ابو علي قال لي اريدك ضيف. قلت له علي هاي الدعوه متاخره يعني. متاخره اتصال لك 6 سنوات 7 سنوات قدم البرنامج. معقوله انا ورا 6 سنوات اجي اطلع؟ ذكرتني اخذتك قال لي مو انا ما اريد اذب كل مثل ما تقول اصوالتي وما الاوراق القويه. قلت له والله اكو شعراء طلعتهم 10 مرات يعني بالبرنامج، واكو ناس مع احترام المترديه والنطيحه طلعوا. قال اتحداك؟ قلت له انا مستعد اقدم لك قائمه بشعراء ما يستحقون يعني، وطلعوا. فما ممكن اطلع هسه. رفضت؟ طبعا ما طلعت بالبرنامج. ايضا هذا الرفض انت من تكون يعني انا معد ومقدم برامج لمده 10 سنوات، 4 أو 5 قنوات فضائيه وبرنامجين 3 اذاعيات، وكنت سبب بشهره والله الله يشهد يعني، وموجودين المخرجين يسمعوني هسه يقول لي استاذ معقوله تجيب لنا هذا يعني؟ لا كاريزما لا شعر. قلت له لا هذا شاعر شاب بالامكان انه ينجح. ونجحوا هسه متسيدين الساحه، بس هم لازمين برامج تقول في يوم واحد خابر. ولذلك انا مثل ما برنامج سمير صبيح ما قبلت اطلع به، مع احترامي لابو علي تحياتي اليه، بس هذا راي يعني. راي كل مقدمي البرامج هاي خذها مني من رياض الركابي، وانا قايلها ليحيى العلاق، اي شاعر يقدم برنامج مستحيل اطلع وياه. يعني انا كنت اكثرهم صاحب فضل بتقديمهم بالبرامج. حتى لو يحيى العلاق قدم برنامج؟ لا يحيى بالعكس، أبو امير عزيز يعني فاذا انت عندك مثل ما يقول يعني احنا نقول هسه متسيدين الساحه. عتب لا مو قطيعه، لا يعني انت صاحب فضل عليهم في بداياتهم. واي والله كل شوي ويدرون كل الشعراء. زين استاذ يعني انا كنت اذا اسمع لي كنت صحفي وعندي صفحات بالصحف وانشر لهم قصائد وانشر لهم لقاءات، وايضا عندي برنامج مهم جدا كان يطلع بالسومريه، وبرنامج بالوطن، وبرنامج ببلادي، وبرنامج بنهرين، غير الاذاعات. وبالصحافه كنت اشتغل شغل يعني كلش مهم لهم. استاذ رياض انا اليوم من اشوف استاذ رياض الركابي وجها لوجه مع المرحوم كاظم اسماعيل القاطع ويقرون ابو ذيات، اليوم انا لا ارادي انا اقول هذول عمالقه يعني
لانه هذا برنامج من برنامج هذا بالضبط. هاي حلقه واحده قدمت به فاضل الغضبان وكاظم اسماعيل قاطع الله يرحمه، الله يرحمه، وناظم السماوي، وكل نجوم العراق قدمتهم بهذا طبعاً البرنامج طبعا. واتذكر ان الوحيد اللي ما تقدم اتصور الله يرحمه ابو خلدون عريان سيد خلف، لان اتذكر كان مسافر يعني كان عنده عذر يعني طبعا، ولا مستحيل يرفض له طلب. استاذ رياض يعني تتفق وياي لما دخل الاعلام بشكل قوي على الشعر الشعبي زادت المشاكل بين الشعراء بالسنوات السابقه؟ والله هو يعني مثلا هسه انا خلينا نقول لك حاله في مصر موجودين قمم من الشعراء، نعم، كل واحد ياخذ نصيبه من الشهره اكيد، ونصيبه من الحظوه، ونصيبه من الرزق مثل ما يقولون. مو هنا ما جاي يتحملون يعني مثلا موجود يحيى العلاق، وموجود فلان، موجود رياض الركابي، وموجود فلان حازم جابر، مو كل واحد له حصه من الجمهور، مثل سله الفاكهه. صحيح. تحب البرتقال وتحب الموز وتحب يعني ممكن، لكن اكو جمهور يحب اكثر من شاعر، يعني جمهور رياض الركابي هو نفسه جمهور لا يحيى العلاق؟ لا مو شرط حازم جابر. يعني مثلا احيانا شاعر اكو ناس تستقتل عليه. صحيح. كل شيء واحد يقول لك يا اخي انا ولا مقتنع بشاعر، واحترم رايه يعني انا اكو ناس وجه لوجه قالوا لي استاذ احنا نحب شعرك القديم. له وجهه نظرك يعني، انا ما ممكن اكتب بوجهه النظر القديمه او بالطريقه او بالاسلوب القديم. الحياه تغيرت، المتلقي تغير، مو بينما انا هسه كسبت اضعاف الجمهور بطريقه الجديده يعني. ممكن نسمع شيء. هي جدتك وانت قلت لها ليش جيتي؟ هي جدتك فعلا؟ مشاغب جدا. خل اقرب منها مقطع لان هي حواريه. مشكله مقطع هو وهي يعني. ليش جيتي؟ ليش جيتي؟ وليش كل هاي السنين بعيده عن عين بقيتي؟ ليش جبت همومك القلب الخلي وشلت خطيتي؟ ليش جيتي؟ هو بيده الندى من يلهث على خدود الورد، وهو بيده القلب يكره لو يود، وهو بيدي من رجف قلبي عليك ومن بعد. انا لو بيدي اجيتك من كبرت بعين جاري، اللي يغرق الماي الخجل لورة سلام. والله لو بيدي اجيتك يوم جربت السهر وعرفت لثة وشلت سيف على المنام. انا عديت 40 وحلو شيبك حلو بعيني. عديت 40؟ انا عديت 40 ودونك ايش تنفع سنيني. خايف اصحى بيوم والقى اللهفه بعيونك وهم، وحيل ما بي بعد لا للملامه ولا ندم. لهنا يمكن حافظ الى نهايه القصيده. قصيده جميله طبعا، هي ولها يعني صدى. هذه حتى كتبتها الروائيه السعوديه بلقيس الملحم، ضمنتها ضمن روايتها. يمكن ايش تكتب تقول يعني هي تحكي عن بغداد. نعم. وفي احد الازقه دخلت احد الازقه ووجدت رياض الركابي يقول ليش جيتي، وذاكرتها بالكامل. في روايه شيء جيد. اكيد هذا يعتبر تراث. الحمد لله اكيد. استاذ رياض، مثل ما استفدت في بدايه البرنامج انه عندك دعم كبير للمواهب الشابه. نعم. والان وصلوا الى مرحله من النجوميه متسيدين الساحه حاليا. نعم. تقدر تذكر انه يعني؟ لا والله ما اذكر الاسماء. ليش السبب؟ ممكن هو يتحسس من هذا لا الموضوع؟ هم بالمناسبه يعني هم يعرفون انه انا جاي يعنيهم، وكل الوسط الشعري نعم يعرفوني، يعني انه انا كان عندي منتدى واقدمهم بالمنتدى. كانوا اوفياء وياك؟ ابدا كلهم؟ يعني اذا طلع من الكل يجوز طلع لك 3 4. زين 3 4 الاوفياء معك؟ الاوفياء طبعا. تذكرهم؟ طبعا يحيى العلاق، الله، ابو امير الكبير والرائع. علاقتك به شخصيه عائليه؟ طبعا طبعا قبل ما يعني بداياته ولحد هاللحظه. نعم. ما نفهم. وبعد الاسم الثاني يعني احمد عيسى مثلا، تحياتنا له. هواي من الشباب والله ما يحضروني، بس يعني كل شوي. بذكر الشباب، محمد رشيد يقول استاذ رياض الركابي ما يحبني، عنده خلافات وياي، ما يريد ينجحني. لا هي هاي انذكرت على حادثه. بالضبط. انا كان عندي برنامج بالسومريه. بالسومريه. نعم. فكانت حلقه العيد
واكو معاناه ما يحسون بها الشعراء، وكنت زاغل يعني والله. هي الاحراج انه مثلا انه يجيك مدير البرامج قال لي استاذ بدون زحمه منو ضيوفك؟ فلان وفلان. قلت له فلان وفلان، قال ما اعرف. قلت له استاذ صح انت ما تعرف، بس انا شاعر وانا الامين الثقافي للجمعيه وصار لي 20 سنه فاعرفهم. نعم. يعني قال لي استاذ مثلا جيب فلان، مثلا معروف. جيب عادل محسن. قلت له ابو النور استاذي ويا ريت تحياتنا له. قلت له زين بهاي الحلقه راح اجيب ابو النور، فالحلقه اللي وراها شو اسوي؟ ازاغل اجيب شباب حلو. يجون يعاتبوني، قالوا ليه جيب الذولا مثلا؟ ولذلك انه هاي المعاناه ما يحسون بها يعني. صحيح. يعني محمد رشيد يفتهم محمد رشيد قالوا لي نريد حلقه العيد العريان. خابرت ابو خلدون وعلى اساس كريم منصور، خابرت استاذ كريم منصور، قال لي والله انا بالبصره تحياتنا لهم. قال له جيت البارحه هسه من البصره اجيك البغداد شلون يعني؟ قلت له هذا عوف هذا. فخابرنا الاستاذ عبد فلك وممتدين منه اجى يعني ويا. فقالوا لي جيب شاعر شاب ويا جيد عريان سيد خلاص بس اريده معروف. زين فانا خابرت ابو خلدون قال انا اريد محمد رشيد. جيد. قلت له حلو بالعكس افرح يعني جت وياك ويا فكرتك السابقه يعني بالضبط يعني تدفع شاب خير من الله. خابرتهم امانه وهسه الكل يشاهدون يعني، حتى مدير البرامج بالسومريه يشاهد. قال لي استاذ اريد واحد معروف يعني، تعرف محمد رشيد يعني شاب يعني مو بمكانه حرجه عريان سيف مدير خابرت طبعا لان هي قناتهم يعني الحلقه يعني. خابرت قال لي اريد واحد موازي لعريان بس شاب. خابرت ابو خلدون قال لي رياض انا اريد محمد رشيد. بالعكس حلو اعتداد حلو يعني. جيد. وانت داخلك فرحان بهذا الاختيار. كلش فرحان والله. وخابرتهم توثيق للتاريخ. اي والله هم رفضوا. قالوا اريد واحد اسم معروف. رجعت هم خابرت عريان قال اريد محمد رشيد. قلت لهم يابا محمد رشيد يريد السيد يقول الا هو وبكيفكم. قالوا خلاص ما دام مو جيد. زين بالنسبه للاجر اللي ذاكره محمد يعني الله ما بيناتنا، وهي ما يصير احكيها بالفضايح بس خليه يدري مدير البرامج ما يخالف. قالوا لي ايش قد راح ننطي عريان؟ قلت لهم والله انتم عندكم اجر؟ قالوا $500. جيد. يستحق اكيد. في حينها قال ابني ممنون منك رياض حبيبي انا اشكرك. ورا شويه خابرني قال لي ما يصير $1000. قلت له سيد والله انا وياك ابقى متشلب $1000. جيد. خابرت القناه قالوا لا هواي. فانا شو مخلي ببالي انه ورا نص ساعه اذا ما رخوا ارجع خابر. فعلا نص ساعه رجعوا خابر قالوا وافقنا على $1000 بس الشاب ياخذ اجره الشاب مثل كل مره اللي هي $250. نعم. يعني عريان تاخر وهذا وضغط عليهم الله وافقوا، فمستحيل يعطونه نفس الاجر يعني ما ممكن يعني. صحيح. لا فهو يقول لا. فهو يعني في باله انه الاستاذ رياض هو اللي اختار انا بالعكس كنت انطي اعلى اجر لشاعر والله في وقتها. $250 ماكو برنامج بالعراق ينطي 250. زين محمد رشيد بعد هاي يعني التقيتوا عادي وضحت يعني اخوي الصغير شو اسمه. نعم. وهو اعتذر هم في وقتها وهم قبل يمكن شهر قال لي شوف استاذ انا ايش كتبت له. قلت له بالعكس ممنون. هو شاعر لطيف ومبدع بس هي تصير يعني واحد. استاذ رياض احنا لو ما نحبكم ونحب انه دائما نجومنا يكونون يعني بصوره جميله وهذا كان ما سالتك هذا السؤال ولا خليتك توضح للجمهور والناس. اكيد يعني تعرف لا بالعكس هي ضروري يصيدون بالماء العكر بين المشاكل ويذكرون هذه الامور، فاحنا نحب انه نختم هذه المشكله وننهيها. لا الحمد لله انا ما بيني وبين محمد اي شيء. اجمل قصيده كتبها رياض الركابي. والله ما اريد اقراها اليوم لان هو عيد. انا اعتبرها هي مفتاح الحظ لي. يعني بال97 جيت شاعر شاب ما حد يعرفني. نعم. ولقيت سره ما شعراء. ترى وعدك شاب.
اي والله. فلقيت سره الله يرحمهم رحيم المالكي، فالح حسين الدراجي، سمير صبيح، محمد الغريب، هاشم العربي، مجموعه كبيره، جبار فرحان، ماجد عود، 400 واحد او 500. زين هسه انا اذا اريد انعرف شلون تلزم سره بعد 20 سنه ما يوصل لك السر. فقسم حتى من جماعتنا بطلوا يعني، والله قالوا يعني ذول وين نوصل يعني؟ ما عندهم بعدين لا تلفزيون ولا اذاعه ولا صحيفه، كلها ممنوعه. انت تيجي تقرا بالجمعيه وخلاص. فقررت بيني وبين نفسي، قلت اذا ما اكتب قصيده ازاغل بيها اعبر هاي الخطوط ما نعرف. صحيح. فكتبت قصيده في وقتها اسمها بقايا امراه. نعم. بقايا امراه بذاك الوقت كانت قصيده ضد الحرب العراقيه الايرانيه في وقتها. نعم. فانت في ذاك الوقت وتكتب هيك قصيده وخاف تؤول كارثه. نعم. فانا اتذكر قدام مسؤول كبير بالقياده كان بوقتها، يعني بالسهوله تهمه الخيانه. طبعا. نعم. يعني كان بوقتها المجرم محمد حمزه الزبيدي. انا واقف مهرجان النجف، والله احس رجلي هيش ترجف. وتعرفهم عايشين على المزاجيه، يعني هي واقفه ولو تشوف هو قاعد والحمايه كنت مدري حرب. طبعا. نعم. طبعا هاي رسائلنا ضد الحرب، انا هاي كاتب بالقصائد ضد الحرب. زين خلينا نسمع شوي أو من بقايا امراه. لا اقرا لك اياها كلها. يقول: رساله من زوجه الى زوجها بعد 2 من استشهاده، حين لوحت بكفك مودعا في المرة الأخيرة، أحسست بأنك لن تعود، وجاءوا بك ذات ليلة معفرا بغبار الحرب. سنتيا من رحلت وأنا وأحزانك، الله، ومجنون هذا القلب، لا نزع ثوب الحزن، لا ويبشر خانك. الله. مرتين مرني الشتاء وفراشي سكة الثلج، واشتاق لحظانك. ومن كثر شوقي إلك يوميا ناغ الصور، واقفة على قمصانك. ومو كفر هذا الحزن ولا كفر هذا الدمع، بس كفر نسيانك. سنتين فتن الصبر يا ابوي وكش انتظر، والدمع يحفر سنة، وعمر الفرح ومضى وما بيهز بعد. طينة وفخرن الحزن بس وقع الشظة، ويردون سلم الرسن. شلون اسلم الرسن وانا الشمت مهرتك، وتقودن مغمضه، وشعر اللي يلهى الذهب صدى ودفن لمعته، والطعم بفضه. يا ابوي ما تنسي خيطتك برمشي، وسنتين ابنك كبر ويشبهك بكل شيء. نظراته صوت العذب، خطواته من يمشي، ولنديه من ريحتك بلدار احس بعدك. ولو بست من وجنته شن بستك بخدك. الله. اشبر بطوله وعد ايامه باللحظه. الله. والناس ما تنحزر، عيون تعطف علي وعيون اللي تبغضه. الله. يا من مكانك ابد ما واحد يعوضه، وما بيهز بعد. طينه وفخرنا الحزن بس وقع الشر. الله الله الله، مؤلمه جدا. الله يخليك. يعني ما قال لك عليها. يعني بعد كان مهرجان النجف كملت القصيده وكانت القياده. انا كنت خايف طبعا ارجف، لان انت اي لحظه ممكن يشر عليك نزلوا هم على المزاجيه بينه يعني. نعم صار بعد. واتذكر انه الفضل الكبير يعود بهذه القصيده للمرحوم الكبير رحيم المالكي. الله يرحمه. لان انا قريتها مرتين 3 عبرت مرور الكرام، بس رحيم كان قاعد هو وابو نور الغالي عادل محسن. تحياتنا. فهم كانوا قاعدين بالاخير، فانا اول ما اقرا صح والله قعد خلونا اعيدها 4 مرات. فانطاك حافز. اثنينهم انطوني حافز كبير، فانا ممنون لابو نور وممنون يعني هي صحيح قصيده واقعيه لكن بها صور شعريه جميله جدا يعني. تحياتنا لابو نور طبعا والام نور. اكيد تحياتنا اكيد لهم الله يحفظهم. يعني هاي تعتبرها من اجمل قصائدك اللي بالتاكيد من اجمل مو اجمل. لا هي اكيد من اجمل اللي وصلتني للجمهور. نعم. والله عبارة هذا السره
طبعا انا خلال هاي القصيده هي بهاي القصيده عبرت من الشعراء الشباب المعروفين جدا، صرت بالمشهد. نعم. والحمد لله اللي اسمي في ذاك الوقت يعني. نعم استاذ عادل، دائما نسمع موضوع المهرجانات الشعريه. نعم. بعد ماكو مهرجانات هالايام يعني بسبب فيروس كورونا. نعم. ليش تحدث بها بعض الخلافات الشعريه بين الشعراء العفو؟ يعني قصدك يعني اليوم اي شاعر انه ما يتكلم او زعلان على شاعر اخر، كانت الحادثه انه في مهرجان. نعم. يعني شعراء هي مشكله يعني. هسه جاي اليوم هي رساله واحده، هو الشعر فن يعني. لا هو هسه المهرجانات تغيرت مو مثل السابق يعني. نعم. مثل السابق انه تجي قناه تلفزيونيه وتغطي المهرجان والناس محبي الشعر يشاهدون. هسه اكو اصطياد، خلينا نسميه اصطياد بالماء العكر، يعني هسه القنوات نعم. الشخصيه، قناه فلان الفلاني وقناه فلان الفلاني ذولا يثورون العناوين، انظر ماذا فعل الشاعر فلان. انظر يكسب المشاهدات. بالضبط، هو بس يريد. زين صحيح هناك بعض الحالات بالمهرجانات الشعريه انه شاعر يجيب مثلا احد الشعراء كوستر وياه معجبين على مود يصفقوا اكو شيء؟ طبعا صارت هيك شيء. لا وهذه بالملموس يعني طريقه تشوفها طريقه رخيصه هاي استاذ رياض؟ والله هي رخيصه بس هي مدفوع لهم يقول لك. لا بس هم حققوا شهره من خلالها، لان هو شنو يعني اليوم هسه تحضر مهرجان وينتشرون فد 4 بالاخير 5 بالوسط، حرب خطه مال حرب، هذا يصيح الله ذاك يصيح الله. خلقوا له جو. فعلميا شو يقولون؟ يقول التصفيق عدوى. يعني مثلا ستة قاعد وصفق اللي بصفك لا اراديا انت تصفق، هذه تخلق جو. صحيح. ولذلك هسه اكو مهرجانات مثلا القصيده مثل ما تقول فنيا هي فاشله او مو قويه، بس بالمهرجان نجحت. هو بالقاء بهاي الفذلكه، باس المنصه، باس العلم، ركع مدري شنو، سوى هاي الحركات، سوى جو هذه مو كسب عاطفه من الناس البسطاء الموجودين. اكيد. بس انت الواعي والمثقف هاي ما تعبر عليه. انت تريد سؤال شويه يعني هو هذا يتكلمون عليه بالاونه الاخيره بالاعلام. نعم. موضوع الشاعرات العراقيات، يعني اكثر الشعراء يقولوا احنا ما عندنا شاعرات. ايش قد تحب هذا السؤال ظفر؟ لا بالعكس والله عندنا شاعرات. لا انا قصدي على المعروفات. اي بالضبط. هو هواي تصريحات، بس انا اقول لك انا من خلال رحلتي بالشعر 35 سنه بالعكس شاعرات مبدعات. نعم. يعني عندنا شاعره مثل لمياء عباس عماره. هي شاعره لمياء عباس عماره، هي شاعره شعبيه. بالعكس اسم الاسماء المهمه جدا. عندنا بالوقت الحالي احد يوصل لها من الشاعر؟ لا احنا ما نريد نقارن، يعني مو مثل ما نقول عندنا شاعر مثل كاظم اسماعيل قاطع وعندنا مثل عريان. صعبه. شوف بالمناسبه الشاعره دائما مظلومه. نعم. شاعره مظلومه. انا ما اريد اجيب اسماء بدون ولا تقولني ما لا اقول، اتمنى يعني لا انا اذكر لك. اتفضل. يعني مثلا شاعر عندنا شعبيه ليلى البهادلي من العماره مبدعه. بتعمي. بتعمي مبدعه. ايمان مجيد الخيون، فانا مرات خاف انسى اسم. انعام الشموخ هسه كاتبه رائعه. عندنا بالبصره راحت من بالي شاعره مبدعه جدا. نعم. ليش التركيز الاعلامي مو عليهم؟ مو عليهم؟ للاسف. التركيز الاعلامي على غير الجماعه. انا اقول لك هسه اكو تركيز اعلامي على الشعراء ما يستحقون ربع الابداع مالهم. جيد، وانا الجواب هذا اللي اريده. احنا الوقت دائما ليس كل مشهور شاعر هو الافضل. وهناك فرق عن الشهيره والشهره. لا وليس كل مشهور هسه هو الافضل. صحيح. يعني الاشهر ليس هو الاشعر، لا، وانما عنده ادواته، جمهوره فعلا. عنده فانس وعنده جسمه وعنده موقع، لديه خبره بمواقع التواصل الاجتماعي. قبل لا نختم الوقت داهمنا طبعا. الابوذيه اختفت. نعم. حاليا من الشعر، شنو السبب؟ ونريد ابوذيه حلوه نختم بها الحلقه. الابوذيه ما اختفت. يعني شعراء هسه بس قصائد يكتبون. يعني هو مظهر المدينه، يعني دائما جمهوره يحب القصيده ما يحب الابوذيه. صحيح. بس اهلنا بالناصريه وبالعماره والبصره والسماوه، يعني الجنوب عموما
يفضلون الابوذيه، يعني كل منطقه لها مثل ما الغربيه الشرقاط، تحياتنا شعرانا المبدعين بالموصل، أكيد. والشرقاط يحبون الزهيري. صحيح. جماعه يحبون. احتمل مبوذيه استاذ رياض. ابد لا يجي ببالك ماكراني، ابد لا يجي ببالك ماكراني، افر بجروح عنك ماكراني، الحزن سد نهر عمري، وماكراني فرح وبياب اخذت تحتار بي. الله احسنت، كل الشكر لك شاعرنا الكبير رياض. ممتنين جدا لحضورك، قامه كبيره بالشعر والاعلام. الله، انا جدا سعداء وكلش فرحانين بيك والله العظيم. الله يخليك. تفضل. سعيد جدا بكم حضراتكم، شكرا جزيلا، كنتم مبدعين، الله يحفظك، واسئلتكم كل جميله، وتحياتي للكادر اللي خلف الكاميرا وللاستاذ المخرج ولكل كادر قناه الايام. ربي يحفظك. طبعا احبه المشاهدين، الساعه الاولى من برنامج عيد وفرح نلتقيكم على راس الساعه الثانيه، وضيف محبوب جدا وكوميدي، انتظرونا. الى اللقاء. ايامك كل الاعياد عيد مبارك يا بغداد، مرجوحه براس الدربونه واطفال وضحكات هواي، لبسوا ثوب افراح ايامك والعيد تعايد وياي، مرجوحه براس الدربونه واطفال وضحكات هواي، لبسوا ثوب افراح ايامك والعيد تعايد وياي، عيديات اصوات الفرحه خل ننسى الماضي وكل جرحه، خل تفرح مرة الأولاد، عيد مبارك يا بغداد، يا رمز العز والأمجاد، عيد مبارك يا بغداد. أيامك كل الأعياد عيد مبارك